امبارح الواحد يعني بصراحة يعني نايم بيحلم بالماتش، نايم بيحلم بالظلم اللي حصل لنا امبارح. كانت فضيحة تحكيمية على مرأى ومسمع العالم كله. تعرضنا لحاجات كتير قوي وحشة، لظلم وعنصرية وبهدلة وقلة قيمة، واللعيبة عمالة تكسر فينا، والحكم أعمى في نظره ومش شايف حاجة. لو حد كح من عندنا يقوم مطلع كارت أصفر، يعني كلب بلدي. يعني ظلمنا الكلب، والله ظلمنا الكلب. الناس عملت معاه جلاشة بصراحة. الاكونت بتاعه اتقفل، قفلوا له الاكونت من كتر ما الناس دخلت على الحساب بتاعه، يعني ظبطوه يعني. امبارح احنا ما كناش بنلعب بالارجنتين بس يا جماعه، احنا كنا بنلعب حاجات كتير قوي. احنا كنا بنلعب الفار والحكم والفيفا والقرارات الزباله بتاعتهم. حسب الله ونعم الوكيل. مبروك بقى للارجنتين، مبروك ان هم كسبوا الماتش وعدوا من تحت ايدينا، من تحت رجلينا بالتحكيم. اصلا الارجنتين اللي هي من غير ميسي هي مش موجوده اساسا، يعني ملاش وجود اصلا. هي الارجنتين كلها ميسي بس. فهنقول ايه يعني؟ مش هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. احنا مبسوطين جدا 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 وفخورين ببلدنا قوي وفخورين بالمنتخب بتاعنا قوي، وعندنا رجاله وزي الفل. والموضوع ده يعني اللي حصل معانا امبارح اثبت لنا ان احنا نقدر نوصل لاي حاجه. وهم دايما كانوا يصدروا لنا ان احنا لا ما نوصلش، انتوا ما تقدروش توصلوا، انتوا حدودكم لحد هنا، ما ينفعش تكبروا عن كده، ما ينفعش توصلوا اكتر من كده. دايما كانوا يصدروا لنا الحته دي. فلا احنا نقدر نوصل. ارحموا نفسكم بس. عنصريه وقله ادب وقرارات زباله. على فكره يا جماعه انا شايفه انه بديهي اللي حصل امبارح، او يعني كان المفروض نتوقع اي حاجه زفت كده منهم يعني. خاصة من بعد طبعا ما كابتن حسام حسن رفع علم اخواتنا في وسطيهم، عندهم حرقتهم وضايقتهم قوي. الحقيقة اصلها مرة، فدي ضايقتهم ووجعتهم قوي يعني. فانت بترفع العلم وعايز تكسب وعايز تكمل وعايز توصل. لا يا باشا، ارفع العلم عند بيتكم هناك براحتك، لكن عندنا لأ. احنا نفرض رأينا واحنا نفرض قوانيننا واحنا اللي نقول كلمتنا. انما انت رفعت علمهم يبقى انت مالكش كلمة. لا، روح ارفع بقى علمهم هناك. تكسب ازاي؟ والاعلانات والفلوس بتاعت المطوشة. ما رونالدو طلع ونيمار طلعوا، مين الناس هتدخل تتفرج على مين؟ على ميسي. الاعلانات دي تتصرف على مين؟ فقال لك بقى ايه؟ ان بعد ما دول خرجوا الناس بقى تدخل تتفرج على مين؟ ما فيش غير ميسي بقى. فبعد ما خرجوا اساسا التذاكر بتاعت المطوشة قلت، بيعها قل بنسبة 40% بعد ما الاثنين دول خرجوا. فما فيش غير ميسي. فهي البطولة موجهة وعارفين هما هيدوها لمين يعني. لكن مش هيدوا فرصة لدولة عربية، دولة مسلمة، لا مش هيدوا فرصة. خلينا صراحة مع بعض، مش هيعملوا كده ابدا. ورئيس الفيفا طبعا معروف مرتشي سمعته منيلة ب60 نيلة على دماغه. معروف من زمان يعني. كلب برضو بظلم الكلب، والله بظلم الكلب. وطبعا ميسي مش هنتكلم عنه كتير. هو طبعا داعم للي ما يتسموش ده من زمان. الارجنتين اصلا كلها داعمه من الدرجه الاولى يعني، قلبا وقالبا يعني معاهم. فمش هنتكلم عنهم كتير ولا عن ميسي كتير. هما كده رايحين النار، كلهم رايحين جهنم. منهم لله سرقوا مننا الماتش. بس السرقه كده مش جديده عليهم يعني. هم حراميه من زمان، وبعدين دول سارقين ارض، مش هيسرقوا ماتش. فعادي بقى يعني، ما دي حاجه متوقعه منهم. مش دول بس، انا ما اقصدش على دول بس، انا اقصد في العموم الانجليز والفرنسويين يعني. هم سارقين اثار ومتاحف عندهم قايمه على الاثار المصريه، ومش المصريه بس، ومن العراق والكلام ده كله. فهم كلهم حراميه في حراميه يعني. عادي. يلا الحمد لله. بس يا رب يسيبوا المغرب في حالها، ما يعملوش حاجه مع المغرب، ما يضايقهمش بحاجه، ويكسبوا المطوشه اللي جايه. وانا على امل ان هالاند، الواد الطويل ال 2 متر ده بتاع المنتخب ده اسمه ايه، اوروجواي، يكسر لنا بقى ميسي، يجيب لنا ميسي بقى على الارض. احنا عندنا امل في الواد ده، اتغذى كويس.
خدوا بقى المفاجأة. أنا اكتشفت يا جماعة دلوقتي، أنا بقلب على على الفيسبوك والسوشيال ميديا، أنا اكتشفت إن في ناس كتير اتمسح لها بوستات بتتكلم عن المنتخب وبتتكلم عن مصر والكلام ده كله، بيتمسح لها البوستات. يعني أنا اكتشفت الموضوع ده. أنا برضو امبارح جالي حظر عظيم من جهة خارجية على الفيسبوك بسبب الماتش. أي حاجة فيها اسم مصر لازم يطلع فيها أي حوار. وجعاهم قوي، يعني مصر وجعاهم قوي قوي. فتديني حظر ليه؟ يعني ناس بتتفرج معايا على الماتش وكنت فاتحه لايف، فاداني حظر متين. مش عارفه ارد على الناس على الكومنتات، مش عارفه حتى يعني كومنتات الفيديوهات او كومنتات على الخاص، انا مش عارفه ارد على حد مديني حظر. حتى الماسنجر اصلا يعني مش عارفه اكلم حد، مش عارفه حد يتصل بيا ولا يعني هو عاقبني عشان بشجع بلدي وعشان بتكلم عن مصر. يعني كلاب.